بعد اللي شفته في الكاميرا أنا ما بقتش طبيعي، النوم بقى تقيل وأي صوت صغير يخضني. فضلت يومين مش بخرج من البيت وبحاول أتجاهل الموضوع، بس الحقيقة كان بيكبر جوه دماغي. قررت آخد خطوة وأروح أبلغ، بس قبل ما أخرج من البيت وصلتني رسالة رايح فين. وقفت مكاني وبصيت حواليا بسرعة، مفيش حد. المرة دي أنا اتأكدت إنه مش بس بيراقبني، ده عارف أنا بفكر في إيه. بدل ما أخرج قفلت الباب وقررت أواجه. كتبت له أنت عايز إيه مني؟ ثواني ورد انزل تحت. قلبي ساعتها كان بيدق جامد، بس نزلت رغم الخوف. الشارع كان فاضي والجو غريب، هدوء زيادة عن اللزوم. وفجأة واحد ظهر واقف بعيد شوية، لابس كاب ووشه مش باين. قربت خطوة وهو فضل واقف مكانه. قلت له انت مين؟ سكت شوية وبعدين قال مش مهم انا مين، المهم انت فاكر ولا لا. اتلخبطت. فاكر ايه؟ انا مش عارف انت بتتكلم على ايه. قرب مني اكتر وبصلي في عيني وقال لي من سنتين حادثة العربية. وقتها جسمي كله اتجمد ومبقتش عارف ارد. انا فاكر الحادثة كويس، كنت سايق عربية بسرعة وخبطت حد، بس هربت وما وقفتش ومعرفش ايه اللي حصل اللي خبطته. بس اللي خلاني مستغرب ان مفيش حد شافني ولا كان في حد موجود في الشارع اصلا. قال لي بصوت عالي الشخص اللي انت ضربته وهربت ده يبقى ابويا. ساعتها سكت وما كنتش قادر اتكلم. بعدها قال لي فضلت سنتين ادور عليك لحد ما وصلت لك، وكنت عايزك تحس بنفس الرعب اللي خلتني اعيشه وانا شايف ابويا مرمي على الارض. وقتها انا فهمت كل حاجة، كل الرسايل، كل المراقبة، كل الخوف والانتقام. بصلي وقال لي دلوقتي الدور عليك تختار، يا اما نكمل يا اما تصلح اللي عملته. وساعتها اختفى ومشي. بعد ما مشي وقال لي اختار، انا فضلت واقف مكاني مش قادر اتحرك. رجعت البيت وقعدت لوحدي في ضلمة الأوضة. كل حاجة حصلت بقت بتتكرر في دماغي، حادثة العربية، الهروب، المكالمات، والرعب اللي عشته. بس في حاجة كانت غريبة، هو قال انه بيدور عليا بقاله سنتين. طب ليه بدأ دلوقتي؟ فضلت افكر لحد ما افتكرت حاجة مهمة جدا. من اسبوع كنت ببيع عربيتي، العربية اللي عملت بيها الحادثة. كل حاجة وضحت دلوقت. هو اكيد كان بيراقب العربية ولما شافها عرف يوصلي. قلبي بدأ يدق تاني، بس المرة دي انا قررت مهربش. تاني يوم رحت لنفس المكان اللي حصل فيه الحادثة. وقفت هناك وبصيت حواليا وحسيت لأول مرة قد ايه المكان ده تقيل. قعدت شوية وبعدين لقيته واقف بعيد بيراقبني. المرة دي انا اللي رحت له. قلت له انا فاكر كل حاجة. بصلي من غير كلام. قلت له انا غلطت وحركت بس مش ههرب تاني. سكت شوية وبعدين سألني وهتعمل ايه؟ قلت له انا هسلم نفسي. المفاجأة انه ضحك ضحكة غريبة خوفتني اكتر. قال لي انا ما كنتش مستني ده، بس انا ساعتها اتلخبطت. امال انت كنت مستني ايه؟ قال لي انا كنت عايزك تعيش بنفس الاحساس بالذنب والخوف والرعب اللي انت عايشتني فيه سنتين. قرب مني وقال لي بهدوء والظاهر انك خلاص حسيته. وبعدين لف ومشي. بعد ما مشي وسابني واقف لوحدي انا كنت فاكر ان كل حاجة خلاص خلصت، وانه خلاص خد انتقامه بالرعب اللي خلاني اعيشه. مفيش مكالمات، مفيش رسائل. عدى اسبوع في امان. بدأت ارجع طبيعي وبدأت اطمن لحد في ليلة الساعة 2 بالليل بالظبط صحيت فجأة لوحدي من غير سبب. الموبايل كان منور. مسكته لقيت اشعار تم تسجيل مكالمة جديدة. استغربت، انا كنت نايم، انا ما عملتش اي مكالمة. فتحت التسجيل لقيت صوتي انا بقول الو مين، ونفس الصوت رد عليا بص وراك. ساعتها قلبي وقف لأن التسجيل ده كان من أول يوم حصلت فيه المشكلة، بس أنا مسحت كل حاجة من ساعتها. إزاي التسجيل رجع؟ وقبل ما استوعب وصلتني رسالة من رقم أنا عارفه كويس، نفس الرقم. فتحتها لقيت صورة، بس الصورة كانت ليا وأنا نايم في سريري من شوية. وقتها جسمي كله اتجمد. بصيت حواليا بسرعة، مفيش حد، بس الباب كان مفتوح. والمفاجأة الأكبر الصورة اللي اتبعتت كانت متصورة من جوه الأوضة مش من بره. الموبايل وقع من إيدي وقتها. سمعت نفس الصوت بس المرة دي مش من الموبايل، كان من ورايا. ولقيته بيقولي أنا قلتلك إني لسه ما بدأتش. أسوأ حاجة مش إن حد يراقبك، أسوأ حاجة إنك ما تعرفش هو فين ولا إمتى هيظهر تاني. لو كملت الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتفعل زر الجرس وتعمل متابعة عشان يجيلك كل جديد.